بعد فيلم سينمائي سردنا كل أحداثه، سيتم كتابة فصل جديد في تاريخ دوري أبطال أوروبا. الفريقين للقب أوروبي جديد. الملعب سيصبح مسرحا للعظمة. ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا في مواجهة الجراد الأصفر بروسيا دورتموند الألماني. الموت أو الحياة في 90 دقيقة. الملك سيتم تتويجه بالدماء والعرق. هذه المباراة ليست لأصحاب القلوب الضعيفة، فاربطوا الأحزمة واستعدوا لواحدة من أجمل وأشرس المباريات في دوري أبطال أوروبا. طريق ريال مدريد ما كانش سهل خالص للوصول للنهائي. المهمة الأولى دور المجموعات، واللي اكتسحها الملكي وحقق العلامة الكاملة ب 18 نقطة. أما المهمة التانية فكانت في ألمانيا بعد ما اتعملت القرعة، وبيقع الملكي ريال مدريد أمام لايبزيج الألماني. المباراة الأولى خلصها ابن المغرب بكرة أرطوف البعيدة، أما التانية ففيني كان المتكفل بيها بعد ما استفزوا لاعب لايبزيج فقرر يعاقبهم، وبيسجل هدف مهم يصعد بيه الملكي لدور الثمانية. علشان نروح لأهم أشرس مباراة ممكن تشوفها في تاريخ الكورة. المهمة الثالثة هي تدمير فريق جوارديولا. المباراة الأولى بتخلص بعد ملحمة كروية بين السيتي والمرينجي، وبيتعادلوا الفريقين 3-3 في مباراة للتاريخ، مباراة عملنا لها فيديو ستوري. أما المباراة الثانية بتخلص 1-1، وبنروح لضربات الحظ الترجيحية، والريال بيخلص على السيتي في المهمة رقم 3، مهمة تدمير فريق جوارديولا. علشان ننتقل للمهمة رقم 4، مهمة جديدة بعنوان حرق أشجار ميونخ. مباراة أولى لدغ فيها العقرب فينيسيوس البافاري بهدفين. مباراة انتهت بالتعادل 2-2، وفي العودة خوسيليو فعل وضع رونالدو وسجل هدفين، وريمونتادا أسطورية لا تنسى من ريال مدريد في آخر الدقايق علشان تكتمل المهمة رقم 4. وبيدمر ريال مدريد تاني فريق ألماني في البطولة علشان يقابل المرينجي فريق ألماني جديد، يقابل فريق بروسيا دورتموند اللي جاي بعد ما دمر الفريق الهولندي ب3 أهداف وهو فريق ايندهوفن، وبعدها الفوز على أصعب الفرق الإسبانية وهو فريق الأتليتي بعد ما فاز عليهم 5-4 في مباراتين للتاريخ، علشان يقابل سلطان الكرة الفرنسية باريس سان جيرمان ويتغلب عليهم رايح جاي بنتيجة 1-0 في كل مباراة، واخيرا نوصل للنهائي. الدورتموند يصطدم بسيد الفرق الأوروبية بروسيا دورتموند في مواجهة الملكي ريال مدريد. احنا الان على ملعب ويمبلي، اللحظة الحاسمة، دقائق قليلة تفصلنا عن بداية المباراة. جماهير ريال مدريد في كل مكان تنتظر ال15، اما مشجعو دورتموند فقابلين التحدي باهم عبارة ممكن تشوفها. في ويمبلي كل شيء ممكن. الريال كالعادة التشكيلة معروفة، وسط ملعب اتعودنا عليه، كروس وفالفيردي وكامافينجا، وصانع العاب جوب بلينجهام، وفي المقدمة فيني ورودريجو. اما بروسيا دورتموند فوسط ملعبها بيحتوي على خبرات كبيرة تتمثل في إمريكان ويوليان برانت والنمساوي مارسيل سابيتسر. أما الأجنحة فكانت هي أهم قوة للدورتموند. وينج رايت كان بيلعب سانشو، وينج ليفت كريم أديمي، وسترايكر أشبه بهالاند وهو الألماني نيكلاس فولكروج. النهائي بيبدأ بأول كرة من يوليان برانت ويحط أول كرة جنب القائم، بعدها بنشوف أسيست خرافي يدرس من هوملز لكريم أديمي ويضيع الألماني أول هدف على بروسيا دورتموند. ضغط الدورتموند ما كانش متوقع. فرصة تانية مكانها كان في الشبكة من نيكلاس فولكروج، وأسلحة الألمان شغالة، ولكن بيقابلهم سوء حظ رهيب. سرعات قديمة كانت بتعبر عن رتم المباراة، وكرة تانية من الصغير يشيلها كورتوا براعة. المباراة خدت مسار تاني. التدخلات العنيفة ابتدت من ريال مدريد اللي ما لقتش حل تاني غير انها تهدد لاعبي بروسيا بالقوة. خط وسط الدورتموند كان مبدع في شوط اول ناري، ومارسيل سابيتسر بيحط صاروخ، ولكن هناك سد بلجيكي صنفه البعض على انه افضل حارس للريال في التاريخ، وبينهي الحكم الشوط الاول شوط كارثي للريال، وال15 بتبتعد عن ملكها الاول. اما الدورتموند فبيقرب من اغلى تاني لقب في تاريخه بعد لقب 96-97. بيبدأ الشوط التاني عكس كل مجريات الشوط الاول
بيبدأ بعزف جديد وبآمال جديدة من المهندس توني كروس، وكوبل بيرد على كورتوا بتصدي أسطوري. كارفاخال بيهددهم بكرة تانية وبيديهم أول إنذار إن الخطر قادم. فولكروج بيحط كورة زي ما الكتاب بيقول، وكورتوا حارس استثنائي لحد ما تجيلك الطعنة من صديقك مش من عدوك. مدرب الدورتموند قرر يخرج قديمي السلاح الألماني الفعال وينزل سلاح من أيام هتلر ومفكر إنه هيدمرهم بيه، ولكن كارفاخال شاف الثغرة وعرف إن أسلحتهم منتهية الصلاحية فقرر يعاقبهم. داخل منطقة الجزاء، الله 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 الله. هي ليلة للاستثناء، وهي ليلة دائما للاستثناء. كارفاخال يتعهد بكتابة التاريخ ويواصل صفحاته في إنجازات الريال. ونادرا لما بنلاقي كارفاخال بيسجل براسه. الخال دايما يفاجئك، الخال بيظهر دايما في المواعيد الكبرى. كارفاخال بيقرب حلم ال15 بهدف اول. بيلي محبش ينهي القصه بدري وبيحط كرة غريبه سهله جنب القائم لحد ما تيجي كرة ثابته على حدود ال18 وعلى نفس طريقه تنفيذ الاولى. حطها توني كروس للمره الثانيه بنفس الستايل، ولكن كوبل يتصدى لها. وسط ملعب الريال بدا يطلق صواريخ، والمره دي الفرنسي يطلق صاروخ من نوع M51، ولكن كوبل بيرد على كورتوا والمباراه ولعت. كوبل لا يلدغ من الجحر مرتين، وكرة تانية شبيهة بكرة كارفاخال وبيشيلها كوبل وبينقذ هدف تاني، ولكن فينيسيوس يقول له انا العقرب يلا. القاضية، النهاية 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 النهاية. لا لا، خلاص خلاص خلاص. بيني 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 بين النهائيات، بين الأرقام، بين الأبطال. فينيسيوس بيسجل التاني للريال وبينهي على امال الدورتموند، وال15 رسميا في خزائن الملك ريال مدريد. نيكلاس فولكروج حب يصعب المهمة على الريال وبيسجل هدف، والحكم المساعد بيقول اوفسايد ويلغي الهدف علشان يعلن الحكم رسميا تتويج سيد الفرق الأوروبية بلقب أوروبي جديد. ريال مدريد يرفع الكأس الذهبية في سماء أوروبا مرة أخرى. تاريخ جديد يكتب للملكي ولحظة لن تنسى أبدا، لحظة تضاف إلى سجل أساطير الفريق الملكي. ولكن سيبقى السؤال، من سيحكم أوروبا الموسم القادم؟